لو انت عروسة وبتجهزي وعايزة تاخدي افكار عن الستاير، ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض جولة مع ستاير العروسة. تابعيني لاخر الفيديو علشان تستفادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جولة مع ستاير العروسة. تعالوا بينا نصلي على النبي ونبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة. بداية كده حبايب قلبي، انا دلوقتي في الريسبشن والستارة دي بتاعة الريسبشن. طيب الريسبشن عندي مودرن، في ركنة، فطبعا الستاير لازم تكون مودرن زي العفش اللي موجود عندك. عندي هنا الستارة دي قطيفة، التقيل منها قطيفة تركي والخفيف ده شيفون. المقاس بتاع الحيطة دي 4 متر. طب ال4 متر نحط لهم كام متر ستاير؟ ال4 متر بنحط لهم 8 متر ستاير، يعني كل متر بنزود عليه متر كشكشة. فلو احنا عندنا 4 متر، يعني الحيطة 4 متر أو الشباك، يبقى لازم نقطع قماش 8 متر. طبعا عندنا 4 متر قطيفة على اليمين وأربعة قطيفة على الشمال، لأن لازم تكون مفتوحة من النص. والبلتكنة عندي خشب ومتنجدة بالقماش، متنجدة بسفنج وبقماش من نفس نوع وقماش الستاير، القماش القطيفة التركي. وخلي بالك وانت بتشتري، في قطيفة صيني اوعي تجيبي منها لو ببلاش، هاتي القطيفة التركي. تمام. طيب عايزة اقولك برضو وانا بتكلم معاك كده في البداية عشان ما انساش، انا جايبة الستاير من العتبة من شارع الازهر. سعر الستاير القطيفة التقيل ده سعره كان 150 جنيه، الشيفون كان 110. تمام. طيب انا وريتك الستاره بتاعه الشباك الكبير في الريسبشن. ده بقى باب الريسبشن بس من جوه من داخل الريسبشن، برضو عامله له ستاره بالشكل ده، وعامله حزام للستاره علشان ما استخدمش الشراشيب والحاجات الدلايات والحاجات دي، لان الشراشيب والدلايات والفرنشات هتبقى ماشيه شويه مع الكلاسيك مش مع المودرن. فانا الستاير عندي ساده ما حاططلهاش اي شراشيب خالص، وعملنا الشماعة اللي هي اللمامة دي تلم الكشكشة بتاعة الستارة. فالستاير مودرن قوي مع العفش مودرن، فعامل ماتشنج كده جميل يعني. فخلي بالك من النقطة دي، يعني لو عندك العفش نيو كلاسيك، يعني بين الاتنين، بين الكلاسيك وبين المودرن، فممكن تحطي للستاير شراشيب وتحط لها الفرنشات والحاجات والدلات والحاجات دي. لكن لو مودرن نصيحة مني خليها سادة زي ما انا عاملاها كده. هنا كده ده باب المطبخ. انا وريتكم ستارة الريسبشن وستارة الباب بتاع الريسبشن من جوه. بنخرج كده بقى من الريسبشن، في عندنا صالة مربعة فيها المطبخ وفيها الطرقة دي. فانا عملت ستارة للمطبخ وعملت ستارة للطرقة. تمام. الطرقة دي بتودينا بقى جوه للأوض جوه، بأوضة الأطفال والأوضة العربي وأوضة النوم. عايزة أقولك الشريط بتاع الستاير لازم تنقيه بعناية، زي ما انت شايفة كده الشريط اللي أنا مركباه اللي هو بيبقى حلقان وبتدخلي الماسورة على طول في الشريط ده، أسهل وأنضف شريط ستاير، كمان هيريحك في الاستخدام والغسيل وكده. مش هيبقى فيه بقى دبل، وعارفين انتوا الدبل والحلقان والحاجات دي، وكانت دايما بتقع مننا في الغسالة وبتلخلنا. فلو هتجيبي شريط ستارة هات الشريط اللي انت شايفاه في الفيديو. هنا ما شاء الله دخلنا كده في اوضه النوم. طبعا بره انا عامله اللون موحد اللي هو ستاره بيج، والستاره اللي هي الخفيفه اوف وايت. تمام. الاوف وايت افضل من الابيض، فلو هتعملي ستاير شيفون خليها اوف وايت، هتمشي معاكي على كل حاجه. لكن البيضه بحس ان هي بتبقى يعني اوفر شويه، طبعا حسب ذوقك. طيب هنا دخلنا اوضه النوم الكبيره. حبيت بقى هنا ان انا ادخل لون الكشمير، بحيث ان السجاد هنا عايزاه يبقى فيه برضو كشمير. عايزه الون الاوضه كده اخليها مطرقعه، فعملنا الستاره بتاعه اوضه النوم كشمير، وزي ما انتم شايفين في ورا السرير شباك صغير،
وفي البداية كنا هنعمل الشباك الصغير ده، هنعمل له ستارة صغيرة، بس انا ما حبيتش، قلت لا انا هعمل ستارة كبيرة بحيث السرير يبقى يعني محطوط وسط الستارة، والستارة كده عاملة خلفية للسرير، فشكلها جميل جدا جدا، يعني شكلها بجد تحفة. وطبعا هتشوفوا تصوير الشقة كامل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. فزي ما انتم شايفين برضو عاملة هنا الشماعة من نفس القماشة بتاعت الستاير، واللون الكشمير هنا انا مختاراه ترابي، يعني كشمير ترابي كده، مش كشمير مدي على بامبا، لا يعني تحس ان هو ايه ترابي شويه، فماشي مع اوضه النوم. طبعا اوضه النوم اوف وايد، الدهان فانيلا لاتيه، والسجاد كنت بقى عايزاه يعني يخش فيه كشمير ويبقى مطرقع شويه، وبرضو عملت اللي انا عاوزاه، وان شاء يعني الحمد لله كان الاختيار موفق. الستاير كشمير، والطبقه اللي تحتها اوف وايد، والسجاد بيج في كشمير، فتحفه بجد تحفه. هتشوفوا بقى السجاد والحاجات دي مع فرش الشقه، مع الجوله في الشقه بالكامل، يعني ان شاء الله عامله لكم فيديو مجهزاه. طبعا كده هنخرج من اوضه النوم. قدام الباب على طول في الطرقه في شباك ألمونتال، برضو عملت له ستاره، بس عملتها رق واحد، راق واحد. وطبعا شايفه الشريط اللي انا بقولك عليه، فنصيحه مني ركبي الشريط ده. احنا كنا جايبين شريط تاني، وانا خليت يعني الراجل اللي فصل لي الستاير بدلت معاه الشرايط ودفعت الفرق، علشان الشريط ده بجد تحفه. الستاره دي في الاوضه العربي. الاوضه العربي دي اوضه كده مربعه، حاطين فيها سجاد وحاطين فيها شيلت كده للاكل والقعده العربي، وفيها شباك، برضو عملت الشباك بنفس درجه اوضه النوم اللي جوه، يعني الستاره دي نفس الدرجه اللي جوه. فجميله جدا جدا زي ما انت شايفه كده. وعلى حسب نسيت اقول لك، الستاره بتاعت اوضه النوم الحيطه 3 متر، ال3 متر دول خدوا 6 متر ستاير تقيله و6 متر ستاير خفيفه. والشباك اللي انتوا لسه شايفينه ده حوالي متر ونص، عملت له 3 متر خفيف 3 متر تقيل. والستاره اللي كانت في الصاله اللي هي كانت رق واحد، الشباك ده متر، حطيت 2 متر شيفون. تمام كده كده بقولك على المقاسات اهو. تعالوا بقى نشوف اوضه الاطفال. بسم الله ما شاء الله تحفه، ما شاء الله يعني جميله جدا. بصوا بقى اوضه الاطفال الخشب اللي فيها هو يعني اوف وايت، اوف وايت. الدهان برضو هو الشقه كلها فانيلا لاتيه، دهان موحد. لو انت هتديني شقتك وانت عروسه وكده، فخلي الشقه دهانها يكون موحد، ما تلونيش يعني او تكتري الوان في الشقه، هو لون واحد. بس ممكن تعملي خلفيات في الحوائط، يعني الحيطه دي فيها خلفيه، الحيطه اللي هي فيها الشباك اللي ورا السرير عاملينها كشمير خفيف قوي بودره كده. فكنا هنعمل ستاره برضو صغيره، وبرضو لقيت شكلها مش هيبقى كويس، فعملنا ستاره بعرض الحيطه، وزي ما انتم شايفين كده تحفه. ولو كان الاختيار الاولاني اللي هو لو عملنا الستاره صغيره ورا السراير، بجد كانت هتبقى رديئه جدا. فالاختيار كان موفق. زي ما انتم شايفين كده الكشمير هنا بقى اللي هو الكشمير اللي هو المايل على الروز شويه، يعني احنا جبنا درجتين من الكشمير، درجه لاوضه النوم واوضه القعده العربي، واوضه الاطفال جبنا الدرجه اللي هي ايه الفاتحه شويه دي. تمام. يبقى هنا عندنا، هعيد عليك المقاسات تاني، عندي هنا الحيطة دي 4 متر، خدت 8 متر تقيل و8 متر خفيف. ال8 التقال بيتقسموا بالنص، بتحطي 4 يمين و4 متر شمال بالشكل ده، ومعاهم طبعا بيفصل لك الشماعة اللي بتمسكهم كده في العلاقة اللي في الحيطة، والبلتكانة لازم تكون من لون الستارة. طبعا البلتكنات اللي هي الخشب وبتبقى مزخرفة وفيها ارابيسك والكلام ده كله ما بقتش موضة دلوقتي، او بتبقى لايقة اكتر على العفش الكلاسيك. لكن المودرن لا لا، يعني لازم تكون حاجة كده سادة، حاجة سيمبل، ما فيهاش شراشيب، ما فيهاش شغل كتير. تمام كده. طيب الستاير الشيفون، نصيحة مني لما هتجيبيها ما تجيبيش فيها ورد، ولو هيكون داخلها ورود
تبقى حاجة بسيطة. لو انت ملاحظة الستارة عندي هنا سادة، يعني بلاش الستارة تبقى ورد 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 ورد، دي مليانة ورد لا، او تبقى مليانة مثلا فروع شجر لا. فخليكي في الستاير السادة، ويكون مثلا فيها 3 مثلا نقشات كده تكون بالعرض، فبتديكي الاخر شكل كويس زي ما انت شايفة كده. طيب الباب ده مقاسه متر وربع، متر وربع، خدنا ربع جنبه، يعني الفتحة متر وربع، خدنا ربع بقى من الحيطة يبقى عندنا متر ونص. المتر ونص دول جبت لهم 3 متر تقيل و3 متر خفيف. انا ماشية معاكي واحدة واحدة اهو علشان تبقي برضو فاهمة مقاس الستاير. عندي الركنة منت جرين، والستاير داخلة في البيجيهات. سألنا يعني حد، يعني كذا حد بتاع ديكورات واختار لنا اللون ده، قال هيبقى افضل لما يعني هيبقى افضل من اللون المنت جرين. يعني عندنا ركنة منت جرين، مش هينفع الستارة تبقى منت جرين، من الافضل نغير اللون. وعملنا كوشن او مخدات بنفس لون الستاير حطيناهم على الركنة. ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي جايه هتشوفي الشقه بالكامل باذن الله، وتشوفي الديكورات بتاعتها. المطبخ ده برضو الفتحه بتاعه الباب متر وربع، لازم بتعدي الفتحه بربع متر اهو زي ما انت شايفه كده. فهيبقى عندي هنا متر ونص. المتر ونص برضو جبت لهم 3 متر تقيل و3 متر خفيف. المتر التقيل بيتفصل ب15 جنيه، والمتر الخفيف بيتفصل، في ناس بتفصله ب15 برضو، وفي ناس تبقى عندها ضمير شوية بتفصله ب10 جنيه. طبعا الشريط على حسابك، انت بتجيبي الشريط اللي انت حباه واللي انت عاوزاه ومختاراه، لان طبعا الشرايط بتاعت الستاير في منها انواع كتير قوي. فلو هتركبي بجد هاتي الشريط اللي بيركب في الماسورة على طول. طيب الباب بتاع الركنة ده اللي بيودينا على اسفل الباب بتاع الطرقة اللي بيودينا على الاوض جوه، برضو هو متر ونص. حطيت له 3 متر تقيل و3 متر خفيف، 3 متر قطيفة تركي و3 متر شيفون لون اوف وايت. انا بفضل الاوف وايت، بيمشي على اي حاجة، لكن الابيض يعني مش عارفة بحس ان هو لازم له الوان معينة وكده. تمام، شايفين النقشه بتاعت الستاره عامله ازاي؟ طيب هنا برضو زي ما قلت لك عندي هنا المساحه 3 متر، انا عندي المساحه 4 بس في دولاب محطوط في اول كده الحيطه، وبعد الدولاب المساحه دي كلها، فالمساحه دي 3 متر. ال3 متر جالهم 6 متر تقيل و6 متر خفيف. عندي 3 متر كشمير يمين و3 متر كشمير شمال عشان يدينا المنظر ده، وال6 متر نازلين اللي هما الشيفون نازلين ورا السرير. وانتي بتفصلي الستاير قولي له انا مش عاوزاها طويله ولا عايزاها خفيفه، انا عايزه الستاير تكون معتدله كده على وش الوزره، يعني يا دوب تبقى مرفوعه سنتي واحد عن الارض، عشان لو انتي مسحتي الستاير ما تتمليش ميه. شايفين بقى الشماعه حلوه ازاي؟ بس لو انت هتعملي شماعه زي دي اكدي على اللي هيفصل لك الستاير، قولوا له حطي لي جواها فازلين، بحيث ان هي تبقى ما تبقى يعني ماسكه حيلها وتبقى ناشفه، وتاخد كده الستاره في حضنها، ما تبقاش عامله زي حته القماشه وتبوظ منك على طول. شايفين بقى المواسير اهي. المواسير طبعا انت بتجيبها على ذوقك، انا جبتها اللي هي الذهبي، والقمقم بتاعها برضو ذهبي، والعلاقه اللي في الحيطه دي الشماعه دي ذهبي. فلو انت هتجيبي هاتي كل حاجه شبه بعض. لو هتجيبي سيلفر هتجيبي العلاقه والقمقم والمواسير سيلفر، لو هتجيبي ذهبي هتجيبي برضو كل حاجه ذهبي. طبعا ده الكومودينو، وهنشوف بقى الاوضه كامله ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. شايفين النقشه سيمبل وجميله جدا، والستاره ساده، شايفين الساده اهي، بس نازل فيها ادوار كده زي فستان الفرح. فبجد لو انت هتختاري ستايرك هاتي حاجه تكون راقيه، ما تجيبيش حاجه تكون مليانه ورد وتكون اوفر كده وكلها شغل وكلها يعني حاجات توجع العين. ودي يا بنات كانت ستاره اوضه النوم اللي هي ورا السرير على طول. تعالوا بقى بينا نخرج بقى تاني كده من اوضه النوم على الطرقه. طبعا عندي الشباك اللي انا قلت لك عليه، لو الشباك ده او بصوا هنا ده كده الدولاب وده كده الباب بتاع اوضه النوم وخارجين على الصاله. الشباك ده مش جاي متر،
انا عملت له مترين، عملت له مترين. شايفين المواسير حلوه ازاي؟ شايفين شريط الستاير حلو قوي. حتى لو هي هتشيل وتغسل، ف يعني اول ما تميلي الشريط الماسوره قصدي، الشريط هيتخلع على طول وهيتغسل وهتحطيه، لا دبل ولا حلقان ولا مثلا مليون دبله بتركبيها وتوجعي دماغك وانت بتركبي الستاير وانت كمان بتشيليها. وغالبا كنا بنحطها بقى من الزهق بالدبل بتاعتها في الغسالة، والغسالة بقى ايه بتبوظ على كده. الحاجات الصغيرة دي بتخش جوه الحلة، ودي كانت مشكلة. فنصيحة مني ركب الشريط ده. عندي هنا الأوضة العربي برضو الشباك بتاعها ده مترين، فالمترين دول انا حطيت لهم المترين حط لهم 4 متر يعني تقيل، و4 متر شيفون. واوضه الاطفال دي الواجهه بتاعتها اللي ورا السراير دي 3 متر. ال3 متر بيتحط لهم 3 متر كمان، يعني 6 متر. 6 متر تقيل و6 متر خفيف. تمام. طبعا عندنا 3 متر يمين 3 متر شمال، وال6 متر نازلين في يعني ورا السراير. انا جايبه من العتبه من شارع الازهر. القماش ده اسمه قطيفه تركي، المتر بتاعه كان ب150 جنيه. انا كنت شاريه الحاجات دي في رمضان. مش عارفه، ممكن دلوقتي يكون السعر هاوت شويه، الله اعلم، او لسه السعر زي ما هو، بس اكيد مغليش لان كل حاجه سعرها نزل سنه. الشيفون كنت جايباه ب110 المتر. والشوفونات بقى في منها كتير، في منها الخفيف والتقيل حتى القطيفة. فخلي بالك وانت بتشتري القطيفة دي جميلة جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلي. بس هاتي القطيفة التركي علشان طبعا والوانها جميلة. وعندهم بقى الباليتة بتاعت الالوان دي، اختاري منها اللون اللي انت حباه واللي انت عاوزاه. طبعا هنا كده عندي الاوف وايت اللي هو مايل على البامبا شويه او على الروز شويه، فمضاهي الاوضه ومخليها ما شاء الله جميله. وطبعا ان شاء الله زي ما قلت لكم كده، استنوني في الفيديوهات اللي جايه، وما تنسونيش لايك وشير للفيديو.